الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. روى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في هذا الحديث الصحيح المصطفى صلى الله عليه وسلم رسم لنا عوامل الاستقرار الاجتماعي، أسس ركائز البناء الاجتماعي المتراص، فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه، بمعنى شحذ هممنا ولفت انتباهنا إلى شكر المولى تبارك وتعالى على نعمة الأمن، على نعمة الاستقرار، على نعمة الهناء. ونحن نرى ونسمع ونشاهد ما يحدث لدول الجوار من عمليات انتحارية تستهدف الأخضر واليابسة، فتزهق الأرواح البشرية التي عظم الله جل وعلا حرمتها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. كان يخاطب الكعبة المشرفة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن دم امرئ مسلم أعظم عند الله منك. ليدلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على حرمة إراقة الدماء وإفساد الممتلكات وتخريب العمران ونشر الفساد في الأرض. يقول آية مثال الإمام الترمذي يقول الحديث بالصحاح عندي دينا
العبد السلام ما ذكر الصبحيث ما يتصدع شويث ما ذكر الصباح ما ينجمع صحابة بديث أدي فيما نيس يتعيش بالأمان بمعنى يتعيش إلى هنا يتعيش بالطمانة يزمر الإفراد يخدم يزمر الإفراد يدير العبادة يزمر الإفراد يمكان أن يقضى الزمور إن المال وللإنسان إسلام يتعيش بنعمة الأمن إذا قد يحصل ربي سبحانه عز وجل ولاش النعمة يغلبها الثقيل يقال ربي القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون العباد ينصر ربي عز وجل العباد البساء الإيمان الستعدية السطليمة الحق الغير ولكن يتحقق اسم ربي عز وجل الأمن في هذه الحياة هذه الهداة مهتدين إلى نعم الله عز وجل نعمة الأمن أيها الإخوة الكرام يسعى يزمر فكرة الجزائر على خلاف بعض الدول المجاورة رغم أن نسعد للويلات هي العشرية السوداء النعمة بين الأمن خلاء المؤمنين اكتوى حسب الفلاس النعمة بين الأمن تلي قدم ربي سبحانه عز وجل هي القرآن العظيم في نعمة الغذاء ذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واش من الحياة اللي كاينة إذا كان عندك الرزق عندك المال عندك الدنيا عندك كل حاجة وبس داخل بيتك ما كانش لهنا الإنسان المؤمن لا يتلذذ أيها الإخوة الكرام بماذا؟ برد العيش إذا فقد نعمة الأمن والسكينة والطمأنينة العبد الإسلام ما دلا ولاش لهنا ولاش سكينة تلالات سيكوريتي ولاش لا سيكوريتي ويصبر على غادي يعيش خاص يسعى مليار بليار يسعى الدنيا يسعى الخير يسعى الخمير ولكن ما يكش السخاء ويسعى السكينة داخل البوليس ويصبر على الإفغاد يصال ويصبر على الإفغاد يمكان ويصبر على الإفغاد يخدم فطرف لنا الحاجة تخلي غير أن يسمى ربي سبحانه عز وجل نعمة الأمن والأمان ذلك ربي سبحانه عز وجل في القرآن في مواطن عدة يوصل الأمة أتشبث سلهنا أتخدم يوحد تشر لهنا أتحارب المفسدين هذا هو الشرع الحديث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكاية غير أفاشوا حكاية غير فرحنا الشتاء والصيف من مكة إلى أرض الحجاز ومن أرض الحجاز إلى مكة تجارة الرزق الغيث إلا سوى شد إلا بعد أن يتحقق الهناء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يوقت سيدي هنا رب سبحانه عز وجل أولا يحرم الظلم بين العباد يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أول حاجة يوقت سيدي هنا يحرم رب العالمين جل وعلا الظلم يوم راغب أما نبدأ عيدنا عدد درس عدان في التواضع يوم راغب في العدل يوم راغب البعد في الاحتقار ينهى يغيب جل وعلا في الظلم ويجعل الظلم ظلمات يوم القيامة أما ير الدولة تسير أما ير الفئة تسير أما ير
التعدية يتحرر ربي سبحانه عز وجل أدف النبي عليه السلام يعرف ما غيد عدم إراقة الدماء. يعرف النبي عليه السلام بالشرع الحنيف تزلع إذا من يتخطب النبي عليه السلام قبلة المسلمين الكعبة المشرفة يقرص ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ديال النبي عليه السلام الكعبة الشريفة، ولكن نعلم النظر إلى الكعبة الشريفة عبادة. واحد كيشوف البيت الله الحرام عنده 20 رحمة تنزل عليه، واحد كيطوف عليها عنده 60 رحمة، واحد كيقرأ القرآن ولا يصلي عنده 40 رحمة تدور عليه. النظر إلى الكعبة فقط عندك 20 رحمة هكذا كي تقعد برك وحده تشوف فيها. يجي سيدنا رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى شرى السينية الكعبة ما أعظمك. يا الكعبة الشريفة، شحال نقدر، شحال العناية، شحال نقاص القيمين الرب العالمين تبارك وتعالى قبلة المسلمين. كامل الدنيا كامل تصلي للكعبة، من المشرق من المغرب من الشمال من الجنوب كامل. ما أعظمك وما أعظم حرمتك. هكا الحرمة، هكا العناية، هكا القدر يميفك ربي سبحانه عز وجل. ولكن دم امرئ مسلم أعظم عند الله منك. ولكن ثقتي في ذمن ما تزل يتبنى من العبد يسلم الوزر ينس يغلب التعدي على الكعبة الشريفة. ممكن يسعى مثل ويكمل ويغسطي ودير يتدو نسخر بذا كيني ألا يعني هدر الجماع كي نسخر غالا نسدو غالا يدر كيني وبغي غالا تاع السوق وهد غالا الجماع. النبي عليه السلام إن في اختيار في ذنبي السلام صغلب ربي سبحانه عز وجل من هدم الكعبة. لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النظام يمدينا يمسقار يتعظم الكعبة الشريفة هي الحرمة ينس يتبين غير أم في كذا العبد السلام ويتعدى في العبد إن السلام يتيشبال. الأمر الثاني من أصبح منكم آمنا في سربه زد معافا في بدنه. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الرزق. الثالث يقول عنده قوت يومه. فالإنسان كي يعيش في رفاهية نعمة الأمن موجودة، نعمة الصحة متوفرة، نعمة الرزق والقوت موجود أيضا. لازم الإنسان يعرف بأن الدنيا كامل راهي بين يديه. لذا نحافظ أيها الإخوة الكرام على هذه الأمانة، أمانة الأمن التي قيد الله تبارك وتعالى رجالا أشاوس مغاور على الحدود يسهرون على حماية هذه البلاد. فنسأل الله لنا ولهم العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا جميعا يا أرحم الراحمين، ووفقنا يا أكرم الأكرمين لخدمة دين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شملنا وأزل الضغائن من قلوبنا ووحد صفوفنا ووفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. كي الوصايا بعض الناس عنهم مرضى
بعض الناس عندهم مشاكل زوجية إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يستر هؤلاء البنات فيفتح عليه باب الزواج. اللهم من أراد يا رب العالمين فتح باب الزواج فافتح عليه يا أرحم الراحمين، ومن كان مريضا فاشفيه، ومن كان مبتلا فعافيه برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين والحمد لله رب العالمين.